بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده العيش بدون فرن، هنعمله في الطاسه وسهل خالص وهيطلع معاكي كميه كبيره جدا. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا معلقتين خميره كبار ومعلقتين سكر كبار ورشه ملح، عليهم 4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات، وكمان معلقه كبيره زبادي او بديله بتاعتها القشطه بتاعت وش اللبن لو متاحه، هتبقى طعمها كمان تحفه. وحوالي 3 معالق كبار زيت نباتي، وابتدي اعجن بالميه. طبعا الميه تكون دافيه عشان الخميره ما تفسدش. انا دول 4 كوبايات دي ممكن تاخد مني من كوبايه ونص لكوبايتين ميه، طبعا كل واحده وحسب نوع الدقيق بتاعها. ده شكلها بعد ما اتعجنت، هي قعدت معايا حوالي 8 دقايق عجن. ده ملمسها بصوا مش بتلزق في الايد وملمومه كويس جدا. هي خدت معايا كوبايتين وربع ميه بالظبط. انا هسيبها بقى دلوقتي ترتاح من نص ساعه لساعه، وهغطيها وبعد كده هقول لكم نشتغل فيها ازاي. شكل العجينه بعد ما خمرت معايا، بسم الله. هبتدي كده اخرج منها الهواء واعملها كور صغيره او كور كبيره، ليكي مطلق الحريه تعمليها زي ما انت عايزه. يعني عايزاه رغيف صغير، عايزاه رغيف كبير. انا بالنسبه لي هخليه رغيف صغير زي المطاعم بتاع الفول والطعميه. انا هعمل كل الكميه بنفس الطريقه كده. انا كورت كل العجين، طلع معايا حوالي 25 رغيف. دول 4 كوبايات دقيق، انا هبتدي اشتغل فيهم على طول كده. هحط بس رشه دقيق كده في القاع الاول. انا هفرد العجين كله مره واحده، وبعد كده هسيبه يرتاح بعد الفرد لمده ربع ساعه. وطبعا هغطيه اثناء الراحه بتاعته علشان ما يعملش قشره ويبقى مقشف من فوق. انا فردته كده، ده السمك بتاعه اقل من سنتي، يعني حوالي نص سنتي. هحطه كده على صينيه مفروض واغطيه، وهعمل كل الكميه واسيبهم بقى يرتاحوا ربع ساعه. بمرور ربع ساعة على العجين بعد ما فردته، حطيت طاسة سخنة على النار او جريلا المتاح بالنسبة لك. اهم حاجة تكون الطاسة سخنة، وكمان تكون النار وسط، يعني سخنيها قوي بعد كده هدي النار اعلى من الوسط سيكة. انا هسيبها بس كده قدامكم شوية، عايزاها بس كده تاخد 3-4 ثواني على الجنب ده، وبعد كده هقلبها تاني عشان تبتدي تنتفخ زي ما انتوا شايفينه قدامكم. بصوا هقلبها كده زي ما قلت لكم 3-4 ثواني على الجنب ده و3-4 ثواني على الجنب ده، وبعد كده بقى ارجعها تاني لحد ما ينتفخ عندي قدامكم. انا هسيب الفيديو شغال مش هقفله. خدت كمان من الجنب ده، روح قلبها تاني عشان يبتدي بقى ينتفخ كله مع بعضه. بصوا ابتدى ينتفخ ازاي. عرفتوا الطريقه؟ عشان التكنيك بس بيفرق. 4 ثواني على الجنب ده و4 ثواني على الجنب ده، وبعد كده تروحوا قلبينه على الجنب الاولاني، هيبتدي ينتفخ معاكم كده على طول. انا بقى هخلص كل الكميه وهحطها كده على صينيه، وبرضو اغطيها بفوطه دافيه، وبعد كده هوريهولكم بقى بشكل نهائي. شكله بعد ما استوى، عايزه اقول لكم بجد طعمه وريحته تحفه. بصوا اتفتح معايا اهو بكل سهوله. بس للامانه في كام رغيف كده مثلا حوالي 3 أو 4 اتنفخوا معايا نص نفخه، والباقي مرضيش يتفتح، لان للاسف اكتشفته وانا بشيله علشان احطه على الطاسه يستوي صباعي جه فيه بالغلط، فللاسف طلع الهوا منه. فانا قلت لكم اقول لكم على الحته ديت بس عشان خاطر تاخدوا بالكم منه، ان انتوا تشيلوه بالراحه خالص عشان الهوا ما يخرجش منه. لكن هو زي ما انتوا شايفين كده زي الفل، ولسه في باقي كمان انا بسويه، بس انا قلت اطلع لكم الحبه اللي استووا. واتمنى ان انتوا تجربوه. يا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بصفات تانية جديده.